ليه لما بنكون راكبين عربية وتبدأ تتحرك فجأة بنلاقي نفسنا بنرجع لورا؟ في قانون في كتاب العلوم لسنة أولى ثانوي ممكن يفسر لنا ده. القصور الذاتي. الأدوات: 6 صامولات ومسطرة. الخطوات: هتحط الصواميل فوق بعضها على سطح مستوي. حرك المسطرة واضرب بيها آخر صامولة. المشاهدة: هتلاحظ إن الصامولة الأخيرة هي بس اللي اتحركت والباقي فضل زي ما هو. التفسير: فكرة قانون نيوتن قايمة على إن الجسم الثابت بيظل ثابت والجسم المتحرك بيظل متحرك ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حده. فبالتالي الصامولة اللي اتخبطت هي الصامولة اللي اتحركت لأنها هي الوحيدة اللي فيه قوة أثرت عليها، لكن باقي الصواميل فضلت مكانها لأن مفيش قوة أثرت عليها. اللي بيحصل إن أنت لما بتبقى راكب عربية أنت جسمك ثابت، العربية لما اتحركت أثرت عليك بإنك لازم تتحرك في نفس الاتجاه اللي هي اتحركت فيه، فبترجع لورا. عشان أنت لو عليك حسب قانون نيوتن أو القصور الذاتي عايز تفضل ساكن وما تتحركش.